انت عارف ان لو حد قال لي الحقيقه دي قبل ما ابدا شغل والله كنت وفرت على نفسي تعب ومجهود ووجع كتير جدا. انا النهارده مش جاي اندم ولا استعطفك ولا تعب ولا اي الكلام ده، انا هقول لك حقيقه بجد هتفيدك جدا لو انت داخل شغل، ولو انت اصلا في شغل دلوقتي هتفيدك جدا برضه، وهتفيدك عموما في حياتك كلها، عموما في اي شغل هتخشه في حياتك. هقول لك دلوقتي اول حقيقه بالنسبه لي مهمه جدا، هم ثلاثه زي بعض في نفس الاهميه، بس الاولى دي مهمه جدا جدا بصراحه، وهي انك ما ينفعش تبقى محترم ابدا. هتقول لي انت عبيط ولا ايه؟ لا مش قصدي للدرجه دي، قصدي اللي هو مش محترم على طول الخط كده، مش لازم تبقى محترم مع اللي شغال معاك. لو هو محترم على طول الخط ساعتها انت تبقى محترم على طول الخط. هحكي لك موقف اوضح لك اكتر. انا الراجل اللي كنت شغال معاه في اول شغلانه بصراحه كان بيعاملني بطريقه سيئه للغايه، وكان بيعاملني بطريقه انا كنتش اصلا بتقبلها ولا بتعامل بالطريقه دي ابدا. يعني كان ممكن يجي يزعق لي، يجي يعمل، وانا عمري ما حد يقدر يزعق لي اساسا، بس انا عشان كنت لسه اول مره واول خبره وما اعرفش لازم ابقى محترم ومع الشغل صاحب الشغل وكده، فما كنتش برد. ودي كانت من اكبر غلطات حياتي في حياتي كلها. انا دلوقتي لو راجع بيا الزمن في الشغلانه الاولى ديت والله لا ارد عليه وعامله بنفس طريقته بالظبط، ساعتها كان هيحترمني غصب عنه، هيحترمني مفيش كلام. فصاحبي اللي كان جايب لي الشغل اصلا هو كان شغال هناك، فهو كان بيعامله بنفس الطريقه ديت، يعني ده يعامله وحش ده يعامله وحش، ده يعامله حلو ده يعامله حلو، فهم كانوا فاهمين بعض. والتاني دوت مبقاش يعلي صوته عليه خالص، خلاص خلصت، انت هتعلي صوتك فهو هيعلي صوته، وهو عايزه وهو مش عايز يخسره، فاهمني؟ بس انت لو شافني هو ضعيف، شافني ضعيف مش عارف ارد عليه، فساعتها انا محترم، هيتعامل باقصى طريقه زباله عشان هو شخصيه مش كويسه اساسا، هو شخصيه وحشه، فهو هيتعامل بالطريقه الوحشه اكتر عشان انت مش عارف ترد عليه. دي بالنسبه لي الحقيقه الاولى، ودي يعني مهمه جدا. انت لازم تبقى محترم مع المحترم، ونص نص مع النص، وايه، ووحش مع الوحش خالص، بس كده. هو التعامل بالمثل. تاني حقيقه ان التعب مش دايما بيتقدر خالص، يعني انت مش لازم تتعب نفسك جامد جدا 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 في الشغل بتاعك عشان تتقدر او حد يقدرك او تحس ان هو راضي عنك وبتاع. مفيش الكلام ده نهائي. انت لو اتعاملت بطريقه ذكيه شويه هتفهم ان هو يحبك ده مش بالمجهود اللي انت بتقدمه بس، انما بذكائك معاه. يعني انا في الشغل التاني بقى كان الراجل بصراحه فله، كان بيعاملني بطريقه كويسه جدا وانا كنت بعامله بطريقه كويسه جدا، فكان يعني احترام متبادل جدا، وانا ما كنتش بجتهد اللي هو في الشغل مثلا اشيل واحط وبتاع وبعمل كل اللي هو عشان يحبني مثلا خالص. تعامل بذكاء. انت لو احترمته هو محترمك اصلا، فانت احترمته، ساعدته بقى في حاجات ذهنيه اكتر، يعني مش لازم تتعب او مجهود او كده عشان يقدرك. هو مثلا قال لك اعمل دي اعملها، بس اعملها، يعني اعمل مثلا حاجه اللي هو قالك من غير زياده عادي جدا، فاهمني؟ بس اعملها على اكمل وجه، ما تاثرش في شغلك عشان تقول مثلا ايه التعب ومش عارف ايه وما تديش مجهود، هو دافع لك فلوس مثلا عشان كده، فانت ما تتعبش نفسك على الفاضي ابدا ابدا، عشان هم مش هيدوك فلوس زياده على اي حاجه ابدا. تالت حاجه ودي مهمه جدا، انك ما تعاملش نفسك على انك اقل منهم. يعني انت اللي شغال معاه دوت هو انت مش اقل منه في اي حاجه خالص، ما تقوليش هو اللي بيشغلني وبيديني فلوس، هو بيديك فلوس مقابل ان انت بتديله خدمه، بتديله شغل، بتديله حاجه يتساعده فيها، فانت كده مش قليل منه خالص، انت يمكن في نفس المستوى احسن منه كمان عادي جدا، فاهمني؟ ساعتها اللي يحكم بقى ايه؟ تعليمك، دينك، حاجات تانية خالص غير اصلا ان انت معاه في الشغل. بس في الشغل انتوا السواسيه، انتوا الاثنين زي بعض نهائي. هو بيقدم لك فلوس، فما يبقاش مثلا جاي في اخر الشهر بيديك الفلوس على انه مثلا ايه بيديك زكاه او بيديك صدقه، ابدا. انت شغال بتعمل حاجه فهو بيديك قصادها فلوس، انت مش بتشحت منه، فاهمني؟ فانت ما تبقاش عينك مكسوره او مش عارف تقول له على حقك. يعني انا في اول شغل دوت ما كنتش عارف اقول له على حقي، تاني شغل كنت بقول على حقي بكل اريحيه عادي، فاهمني؟ عشان اتعلمت. الاول هو اداني الفلوس حتى ناقصه في اخر الشهر، هو كان سيء في كل حاجه، اداني الفلوس ناقصه في اخر الشهر ما قدرتش اتكلم خالص. ليه؟ كنت صغير، ما كنتش عندي خبره، كل الحاجات ديت، بس اتعلمتها الحمد لله، وقدرت في الشغل اللي بعديها افرض سيطرتي وافرض شخصيتي. هو كان محترم جدا برضه، فانا قدرت اتعامل معاه باحترام جدا. فده الصح انك تفرض شخصيتك وتبقى عارف ان انت مهم جدا بالنسبه لاي حد. اخر حاجه بقى بالنسبه لي، الشغل بيكسب خبره اكتر ما بيكسب فلوس، اقسم بالله ما لهاش علاقه خالص بالفلوس. يعني انت لو بتشتغل شغلانه بتكسبك 2000 جنيه ولا حاجه اصلا، 2000 جنيه ايه، فاهمني؟ يعني انا بالنسبه لي 2000 جنيه كتير على فكره، انا معيش فلوس اصلا، انا ابيض زمان، عشان ما تقولش مثلا انت معاك فلوس، لا انا ما فيش فلوس خالص، فاهمني؟ بس هي 2000 جنيه لا تساوي شيئا بالنسبه للخبره اللي انت هتكسبها. يعني انت لو شغال وانت صغير او انت متوسط او انت كبير حتى، انت بتكتسب خبره في كل شغل هتعيش حياتك كلها ما تكتسبوش، بالذات الشغل على ارض الواقع اكتر بقى من على فريلانسر يوتيوبر بتاع الكلام دوت، ده كله هيديك خبرات في حياتك تانية كتير، بس الشغل على ارض الواقع بيكسبك خبره لا تحسب اي فلوس ولا اي زمن ولا اي عدد ولا اي حاجه في الكون. فانا بصراحه شايف ان انت لو مش بتشتغل انزل شغل، ولو انت رايح شغل خد بالك من الثلاث حاجات ديت، اتعامل كالمثل، ما تديش مجهود زياده، ما تخافش انك تاخد حسابك ولا تاخد طلبك ولا تاخد اي حاجه عشان دي حقك. وبس كده. ما شفتش الفيديو اللي فات شوفه عشان ده فيديو مهم جدا، اكتر موقف كسرني في الشغل، كان موقف جامد بصراحه وفيديو روعه بصراحه بالنسبه لي، روعه خالص، فشوفوا. ولو الفيديو ده عجبك دوس لايك واشترك وكل الحاجات ديت عشان نوصل 1000 مشترك، وانا بحبك جدا وخد بوسه.